السلام عليكم. أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. يا جماعة، هل سعر المنازل في تركيا الآن أصبح رخيص ولا الأسعار زي ما هي؟ أجاوبكم بكل بساطة. الأيام ديت يا جماعة انتوا تقدروا تشتروا حاجات فرصة جدا، لأن في بعض البيوت نزل سعرها. أقول لكم مثال صغير جدا. امبارح كانت امرأة عارضة بيتها ب100,000 دولار جنب الترامواي اللي في الفاتح. الشقة في الدور التاني غرفتين وصالة، وقالت أنا مزنوقة للبيع. أنا عشان شغال في العقارات فأنا قلت إيه؟ يعني بكل بساطة أنا بتكلم بإيه؟ من القلب للقلب دلوقتي. قلت طيب هي عرضها على 100,000 دولار، فهي ممكن المرأة محتاجة فلوس، فممكن نقول لها طيب انت لو عايزة تبيعيها بسرعة احنا نعمل لها فيديو ونعرضها على 80,000 دولار ويجي الزبون على طول عليها وتبيعيها، ومنه هو ايه يكون يعتبر اشترى شقة فرصة. كانت دي نيتي صراحة، والله نيتي كنت انزل السعر اكتر كمان بحيث اعرف اعمل الفيديو. طب هو فين الفيديو؟ الشقة يا جماعة اصبروا، الشقة في الدور التاني وغرفتين وصالة، وكانت 100 متر لمحطة 100 200 متر كده لمحطة ترامواي اللي في الفاتح. طب فين الشقة؟ اقول لكم دلوقتي بكل بساطة. قابلت المرأة، اهلا وسهلا بحضرتك، فتحت الباب، اتفرجنا على الشقة. دخلت الشقة، المطبخ صغير مش مشكلة، بس المطبخ باصص على المنور. هي حاجة عيب صغير، لكن لو في بلكونة بص على منظر جميل مش مشكلة. انك انت ممكن تطبخ الاكل في المطبخ وتقعد تاكل في البلكونة على المنظر الجميل الخضار. فلما بصيت على المطبخ اللي هو بص على المنور قلت مش مشكلة يا علي. قلبي بحث على البلكونة، فين البلكونة؟ سألتها قالت البلكونة من هنا. بصيت دخلت الصالة الأول. لما دخلت الصالة الأول ودخلت البلكونة بصيت لقيت عمارة في وشي. ايه ده؟ الشقة مجروحة يا جماعة، الشقة مجروحة. طب أنا بحاول أدور على والله على ميزة للشقة عشان عايز أعمل فيديو والناس اللي متابعيني يتفرجوا، يمكن الشقة تعجب حد ويجي يشتريها، بما إنك أنت محتاجة فلوس فيشتريها على طول منك، بحيث أنت هتعرضي عليه مبلغ اللي هو يعتبر فرصة، اللي هو أقل من السوق علشان أنت محتاجة فلوس. والأيام ديت للأسف الشديد الناس ما بتشتريش علشان حتى الأتراك نفسهم، لأن لما ياخدوا قرض من البنك الفايدة كبيرة فصعب. فإيه اللي حصل؟ دخلت على البلكونة والصالة، فتحتها لقيت ايه؟ لقيت الجيران في وشي. والمشكلة الشقة دي في الدور التاني، دي مش مشكلة، أنا قصدي أي شقة الدور التاني حاجة حلوة، يعني ما فيش أسانسير مش مشكلة، بس المشكلة أنت في الدور التاني العمارة اللي قصادك فيها دور تاني قصادك، دور تالت قصادك، دور رابع، كلكم مكشوفين. ببص كده والله لازم أقفل الستاير. هو الواحد يا جماعة جاي يعيش في بيته ولا جاي في سجن؟ لا إله إلا الله. طيب قلت لها طيب ممكن أتجول في الشقة؟ الشقة مش على بعض، على 60 متر، حتى صغيرة أوي والله. دخلت غرفة النوم الأولى اللي هي بص على الشارع، برضه بص على العمارة اللي قصادي. احنا قلنا لها كده الشقة مجروحة. يعني ايه مجروحة؟ يعني مكشوفة، يعني مفيش خصوصية، مفيش خصوصية في الشقة. لا إله إلا الله، كأن الواحد عايش كده في سجن ولا ايه الحكاية. خشيت على الغرفة التانية برضو، بتبص برضو على المنور. ما ينفعش بقى. فأنا كنت أعرض عليها إيه؟ كنت قبل ما أشوف الشقة كانت عرضها ب100، ولما قالت أنا محتاجة فلوس وكده كنت أقول لها إيه؟ أعمل فيديو على 80,000 دولار أو ممكن على 70,000 دولار. بس لما شفت الشقة لو حتى قالت على 50,000 دولار ما يرضنيش، والله ما يرضنيش.
لان عارف مفيش حد هيشتري. وعايز اقول ان كنت تعليقاتكم مهمة جدا بالنسبة لي. شوفوا يا جماعة، قناتي اللي على اليوتيوب هي منصة لكل الملاك الاتراك اللي عايزين يبيعوا شقتهم، بيكلموني: علي اعرض شقتك في القناة عندك، عشان الناس كتير بيتابعوك. واقول لهم حاضر. من يومين اللي متابعني انا نزلت شقة ومسحتها من على قناتي على اليوتيوب. ايه السبب؟ ان الشقة ديت كانت جنب محطة الترامواي فندق زادة، وكانت في السوق بتاع الجمعة، البازار باللغة التركية. بعد كده ان الشقة في الدور الارضي، بس حاجة صغيرة جدا جدا. فبعد كده لقيت تعليق منكم انتوا، واحد قال لي: يا علي يا اخويا، الشقة دي مش كويسة يا علي، فبلاش تعرضها. والله تعليقه أثر فيا، رحت فورا مسحت الشقة لاني مأيده 100%. بس طيب، هل الاسعار رخصت الايام ديت ولا لا؟ يا جماعه، في بعض المشتري، بعض اصحاب الملاك الاتراك يقولوا لنا: انا مش مستعجل على شقتي، كان ثمنها 100,000 دولار الايام اللي فاتت، اثبتها على 100,000 دولار. كان ثمنها 80,000 دولار الايام اللي فاتت، اثبتها على 80,000 دولار. كان ثمنها 150,000 دولار الايام اللي فاتت، اثبتها. لكن هناك الاستثناءات. ناس الأيام مثلا الأيام دي محتاجة فلوس، الشقة تساوي 100,000 دولار، يعرضوها على 80,000 دولار، فأنت ربحت 20,000 دولار. فهي ديت بعض كانت النصائح اللي أنا كنت عايز أقولها. فرجاء وليس أمرا وفضلا من عندكم إنكم تعملوا مشاركة الفيديو ده، علشان المعلومات اللي فيها إن شاء الله تشاركوا الفيديو ده على جروبات الواتساب عندكم، لعل حد تاني يستفاد بيها. ولمزيد من الفيديوهات اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. تحياتي ليكم يا اخواتي. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.